في الاسره الثالثه. وهو كان شغال اكتر من شغلانه، كان شغال مهندس كاهن جندي ودكتور. اللي هو الحسرع. ايوه الحسرع. اقرب صوت. ودكتور، وهو اشتغل. هو الحسرع هو اول دكتور اسنان في التاريخ. اول دكتور اسنان. الحسرع هو اللي اكتشف طب الاسنان. الحسرع. ايوه. كان في من كبار المسؤولين في فتره حكم زوسر في الاسره الثالثه. وهو المقبره دي مش دي محاكاه المقبره بتاعته، بس هي القطعه اللي هنا دي هي دي الحقيقيه اللي في المقبره نفسها. والالواح دي لا معايا اتكلم. الحته دي كمان فيها بيشرح فيها طب الاسنان والحاجات اللي دي فيها طب الاسنان. ايوه الحاجات الادوات اللي كان بيستخدمها. يعني حسرع كان دكتور اسنان. أيوة. اول دكتور في التاريخ. طبيعي برضه. ودكتور بشري. ايوه. دي بقى عباره عن ايه؟ الحاجات اللي كان بيستخدمها في طب الاسنان. كل قطعه بقى لكل سن، عشان كل اسنان مش حاجه مش حاجه نفس الحجم. تمام. بقى بيستخدمها مثلا للخلع للحشو، الحاجات اللي موجوده دلوقتي كان بيستخدمها زمان بادوات تاني، ودي الادوات اللي بيستخدمها في الطب. دي الادوات اللي في الحشوات والحاجات دي. أيوة. صح. يعني طب الاسنان اول دكتور كان حسرع. أيوة. انا اول مره اعرف. هو كل طب الاسنان كله اتبنى بعديه على حسرع، على الحاجات اللي هو اكتشفها وبيستخدمها في الفتره دي. المرسومه قدامك دي كلها هي دي الحاجات اللي حسرع اللي هو موجود هناك ده. ايوه. هو مصور حتى فيه 4 صور ليه. كل فترة كل صورة بوظيفة شكل. مرة جندي محارب، مرة كاهن، مرة كاتب، مرة مهندس. يعني ليه كذا وظيفة. ايوه بس مش كلهم في نفس الوقت. اوقات مختلفة. ايوه يعني يخلص من دي يبدأ في دي. والالواح دي اللي ورا دي بتبين كل فترة. يعني كل فترة كان شغال فيها بيبان الرسومات الأولية. يعني مثلا الحتة دي اللوحة دي كان شغال باين فيها المواشي والقرابين، الرؤوس الماشيه. القرابين اللي كانت بتتقدم للكهنه. يعني اللوحه دي كان اتعملت له لما كان شغال كاهن. كل صوره بوظيفه. ايوه. ودي كان ايه هنا؟ الادوات بتاع الحرب. هنا كان شغال جندي. هنا كان جندي حسرع. وهنا كان كاتب. يعني دكتور وجندي. وكان هنا كان في الفتره باين اللي هو قاعد على كرسي، فهو اللي كان كبير في السن، فكان قاعد وباين عليه في الشنطه اللي وراه دي في حاجات زي ريشه وقلم كده. دي ادوات الكتابه. يعني الفتره دي في اخر فترات عمره كان شغال كاتب. زي تمثال نهضة مصر شفناها برضه. بالظبط. في الواحد هنا باين برضه في حاجات في وظائف متكرره بس في فترات في وظائف ثانيه شفناها هنا متكرره هنا بس في فترات ثانيه من حياته متكرره. ايوه. يعني كان دكتور وكاتب دكتور وكاهن وجندي وكاهن ومهندس. بارك الله فيك. شاكرين جدا. كل هذه الأدلة تدل على ريادة هذه الحضارة العظيمة. بالتأكيد تعد قصة حسرع مثيرة للاهتمام، لأنها تسلط الضوء على مدى تقدم الحضارة المصرية القديمة في مجال الطب، وخصوصا طب الأسنان. حسرع كان مسؤولا رفيع المستوى في عهد الملك زوسر خلال الأسرة الثالثة حوالي 2600 قبل الميلاد، وهي فترة تعرف ببداية عصر بناء الأهرامات اللي هو عصر الأسرات. شغل العديد من المناصب المهمة، لكن لقبه الأبرز الذي وجد على مقبرته في سقارة هو كبير أطباء الأسنان. هذا اللقب جعله أول طبيب أسنان معروف بالاسم في تاريخ البشرية. إن متخصص بيدل على أن طب الأسنان، يعني لقبه وتخصصه في طب الأسنان، يدل على أن طب الأسنان لم يكن مجرد جزء من الطب العام، بل كان مجالا منفصلا بذاته. تشير الدراسات والمومياءات المصرية والبرديات الطبية القديمة إلا أن المصريين كانوا يمارسون علاج جراحة اللثة، حشو الأسنان، التقويم البدائي، خلع الأسنان،
علاج اللثة، كانوا يستخدمون بعض الأعشاب والوصفات الطبية لعلاج التهابات اللثة. وحشو الأسنان، وجدت مومياءات تحتوي على أسنان بها حشوات بدائية مصنوعة من مواد معينة. التقويم البدائي، تم العثور على أسلاك ذهبية تربط الأسنان ببعضها ببعض، واعتقد أن الهدف منها كان تثبيت الأسنان مخلخلة. خلع أسنان، بيستخدموا أدوات بدائية لخلع الأسنان التي كانت تسبب آلاما شديدة. إن وجود طبيب أسنان متخصص مثل حسي رع يوضح أن المصريين القدماء كانوا لا يهتمون فقط بالحفاظ على أجسام موتاهم اللي هو بالتحنيط، بل أيضا بصحة الأحياء وجمال ابتساماتهم. ولا يزال قبره بلوحاته الخشبية المزخرفة موجودة بالمتحف المصري الموجودين احنا فيه الآن، اللي هو في التحرير. حسي رع يشكل أساسي بأنه أول طبيب أسنان في التاريخ، لكنه كان شخصية مرموقة في مصر القديمة، وشغل عدة مناصب هامة في عهد الملك زوسر، كبير أطباء الأسنان، كبير الكهنة الملكيين، عظيم العشرة في الجنوب. يعني ده لقب إداري رفيع يدل على أنه كان مسؤول عن منطقة إدارية كبيرة في صعيد مصر. وانتظرونا في فيديو آخر إن شاء الله عن المتحف المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.